لونج ليجز ده يعتبر من أهم أفلام الرعب اللي صدرت في الفترة الأخيرة، واخد احتفاء عالي جدا. على اعتبار إنه فيلم بميزانية متوسطة من إنتاج أحد الشركات المتوسطة في الإنتاج الفني، وده واضح جدا وأنت بتتفرج على الفيلم رغم الاحتفاء اللي هو ظاهر بيه. لأن الفيلم فيه نقطة، المفروض إن هي نقطة القوة اللي أنا داخل أتفرج عليها الفيلم، لكن أنا بصراحة هي دي كانت نقطة الإحباط، واكتشفت إن هي نقطة إحباط مضاعفة بعد ما قريت تصريح نيكولاس كيدج عن الفيلم. الفيلم نظريا المفروض ان هو من بطوله نيكولاس كيدج، ولكن هو مش بطولته تحديدا، هو مشارك هنا بدور السيريال كيلر، القاتل المتسلسل اللي المفروض ان هو بيقوم بمجموعه الجرائم المنتشره او اللي تم تنفيذها عبر السنين في خلال هذا الفيلم. بس السؤال الاساسي اللي كان صدر لي نقطه الاحباط دي، انت عندك نيكولاس كيدج وعامل سيريال كيلر، انت ليه عامل له مكياج؟ الراجل ده مش محتاج ميك اب خالص عشان يعمل الدور ده. السلام عليكم، يا رب دايما تكونوا بصحة وخير. فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم لونج ليجز 2024، أحد الأفلام اللي تم التمهيد ليها بصورة مهمة جدا، على اعتبار إن هو أحد أقوى أفلام الرعب. وتحديدا عشان أكون صريح معاك، بعد مشاهدتي الفيلم ما يعتبرش من أفلام الرعب، ولكن فيلم من أفلام الغموض والإثارة المميزين جدا جدا وأنت بتتفرج على الفيلم. ومبدئيا كده أنا بنصح أي واحد إن هو يتفرج على الفيلم ده في أجواء معينة، أجواء هادئة، صوت محيطي متميز، لأن الموضوع ده هيفرق معاك جدا. الفيلم هنا بيدور عن بطلتنا اللي بتقوم بدورها مايكا مونرو، واحد من الممثلات الجيدات جدا اللي أنا شفت لها فيلم هتكلم عليه كمان شويه، وهو اللي مهد معرفتي بيها. ولكن هنا هي بتقوم بدور عميله الاف بي اي لي هاركر، اللي بيقولوا عليها جيفت، اللي عندها نوع من انواع الاستبصار او الحدس، اللي هي بتستطيع ان هي بتدرك حاجات هي ما عندهاش ليها تفسير. منها على سبيل المثال في بدايه الفيلم قدرتها على التعرف ان في مجرم موجود في احد الاماكن، رغم ان ما فيش اي شواهد على وجود هذا القاتل في هذا المكان، وبتتضح فعلا ان هي بدون اي اثبات ان هو موجود. ومن هنا بتتورط او مش بتتورط، بيتم تكليفها من خلال رئيسها في القيام بتحقيق في جريمه قتل، وبيبقى واضح جدا ان جريمه القتل دي هي عباره عن اعاده تنفيذ، او ان هي ليها صله قويه بعدد من جرائم القتل اللي مرت على يمكن اكثر من 20 سنه. احداث الفيلم هنا المفروض بتدور في فتره تولي بيل كلينتون، يعني انت بتتكلم على فتره التسعينات، وبالتالي انت بتتكلم على بدايه الاحداث او الجرائم اللي حصلت دي في السبعينات. من هنا بتبتدي تدور على بعض التفاصيل اللي بيربط مجموعه الجرائم دي ببعضها البعض، ازاي ان هي توصل فيها. وبيتضح مع الوقت ان ليها علاقه شخصيه باحد الجرائم اللي كانت موجوده دي، فازاي هي هتقدر توصل للقاتل، القاتل الغامض جدا اللي محدش قادر يوصل لسمات شخصيه واضحه ليه، وفي نفس الوقت ازاي هي هتقدر تمنعه او تلقي القبض عليه، او بمعنى اصح انها تمنعه من ارتكاب الجريمه القادمه. والنقطة اللي أنت هتكتشفها في النص الثاني إن الجريمة القادمة ستكون شديدة الصلة بيها وبمحيط عملها، وده كله من خلال الغزل اللي قام بيه أوز بيركنز المخرج لأحداث الفيلم ده. أوز بيركنز ربما ملوش أعمال قوية أو مشهورة، ولكن هو ليه أعمال مميزة جدا خصوصا في نطاق نقول الرعب، زي فيلم هانزل اند جريتل اللي كانت قايمه بيه صوفيا ليلس من عدد من السنين، والفيلم اللي كان برضه لقى يمكن ترحيب نقدي اي ام ذا بريتش ثينجز ذات ليفز ان ذا هاوس. خليني بقى اتكلم على العلامات الجيده جدا اللي انا شفتها في الفيلم. الفيلم اولا طول ما انت بتتفرج عليه يمكن لغايه الثلث الاخير، فانت بتتفرج على مشاهد ممكن تعتبرها مشاهد مفككه. بتفضل طول الفيلم بتتساءل ايه العلاقه ما بين الاحداث دي، ولكن انت واثق جدا ان في علاقه هتظهر، وده بيظهر معاك لانه فعلا في الثلث الاخير شرح كل حاجه. الفيلم هنا ما بيعتمدش على فكره الرعب او على مشاهد القتل، في مشاهد للقتل ومشاهد دمويه ولكن قليله. مشاهد الرعب ما هياش مفزعه او ما بتعتمدش حتى على المؤثرات الصوتيه، ولكن بتعتمد على فكره الحشد اللي موجود لعوامل بقى القلق والتفاصيل اللي بتتبني فوق بعضها ببطء ولكن بتركيز شديد جدا. احداث الفيلم ممكن تعتبرها بطيئه او هادئه، ولكن وانت بتتفرج صعب جدا ان انت تفقد تركيزك، لان الفيلم عامل وجبه مركزه من كل العناصر اللي كانت موجوده، لان طول الوقت انت عمال بتطرح في اسئله وانت مستني اجاباتها. واضح جدا ان هو هيقدم لك الاجابات بتاعتها في صوره من المفاجآت او في صوره من البلوت تويست المدهش. الفيلم هنا اعتمد على مش مجرد سيريال كيلر عادي، ولكن الفكره ان اولا مش عارف بقى اذا كان فيها شيء من الحاله ولا لا، ولكن بيتضح ان فعلا في صله شخصيه ما بين السيريال كيلر ولي هاركر نفسها، والصله دي صله مدهشه جدا. انت لما تكتشفها في النهايه هتكون مرعبه ليك فعلا. النقطه الثانيه طريقه تسلسل الاحداث في الفيلم عباره عن شابترز، القسم الاول القسم الثاني القسم الثالث، وتكتشف مع الوقت اللمحه السحريه او استخدام السحر اللي موجود وتم يعني اقول لك ايه تطفيره مع عوامل الرعب او الغموض الموجود في الفيلم، وهي كانت
معموله بطريقه ذكيه جدا وبطريقه ممتعه جدا ليا وانا بتفرج على الفيلم. الفيلم من الافلام اللي فيها اداء تمثيليه جيده جدا، وفي نفس الوقت البطل الاساسي للفيلم بالنسبه لي بعتبره هو الاخراج، لان فكره ان انت بتخرج فيلم من افلام الغموض بالطريقه الهادئه، الطريقه اللي بتعتمد على اشعال التوتر داخلك وانت بتتفرج، في تحفز ان انت عايز تعرف هل ده مجرد قطع متسلسل بيتم روايته عادي زي مئات الافلام اللي بتتحدث عن قطع متسلسلين، وفي نفس الوقت بتبقى مثيره جدا وممتعه وبنتفرج عليها، ولا في صياغه خاصه لفكره ان انا بتكلم على التطفيل ما بين عوامل الرعب، بعض المعتقدات الدينيه اللي بتبقى موجوده، في نفس الوقت استخدام اسلوب السحر. الحاجات دي كلها بتتكشف لك يمكن في اخر الفيلم، ولكن بتتكشف بطريقه مذهله ومبهره ليك وانت تتفرج. كل عوامل التركيز والغموض والسوداويه اللي بتروى بيها الاحداث دي كانت في حسنات الفيلم وانت بتتفرج. بيدعمها بقى اداء متميز جدا من مايكل مانرو. انا شفت لها فيلم قبل كده واتكلمت عنه هنا في القناه، كان فيلم ذا واتشر، وكان اداءها جيد جدا. الدور هنا دور مش دور مجرد عميلة مخابرات، ولكن هي واضح ان هي عندها مشاكل نفسية قوية، عندها مشاكل في التواصل مع الناس، تكاد يعني في بعض الحالات ممكن تقول ان هي عندها شيء من التوحد، ولكن لم يتم الاشاره تماما الى هذا الموضوع. تتمتع بذكاء، ولكن تتمتع اكثر بفكره الحدس الموجود، او عندها قدره من التوقع بدون اي سبب بيظهر قدامك. الاداء بتاعها كان مميز جدا في اللقطات دي، سواء في فكره القلق او في فكره الخوف او في فكره محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه في نهايه الفيلم، خصوصا زي ما بقول لك ان في بلوت تويست في اخر الفيلم جيد جدا، يعني ممتع ممتع لاقصى درجه. كل الاحتفاء بقى اللي كان موجود كان سببه الاساسي هو وجود نيكولاس كيدج. انت هنا بتتعامل مع نيكولاس كيدج، ان انا بعتبر نيكولاس كيدج واحد من ابرع الممثلين اللي يمكن عدوا في تاريخ السينما وعدوا في تاريخ هوليوود، قدرات تمثيليه مرعبه. وبالتالي طول التاريخ بتاعه من فتره البرايم لفترات الاعمال التجاريه اللي كان بيقوم بيها في الكام سنه الاخرانيين، انا كنت دايما بقعد اتسال الراجل ده عنده ملكه او عنده وجه يصلح ان هو يعمل دور الفيلم بمنتهى السهوله من غير ما يعمل اي مجهود. ففكره استغلال انك تعمل سيريال كيلر دي من اذكى الافكار اللي كانت موجوده، ولكن نقطه الاحباط اتصدرت ان هم عاملينه بميك اب ميك اب ثقيل على النفس، ويمكن ثقيل على وجهه حتى، يمكن قلل شويه من التعبيرات، ولكن برضه يظل الصوت بتاع نيكولاس كيدج والاداء بتاعته متميزه عن اي حد تاني. احد بقى النقاط الاحباط الزياده اللي انا خدتها هي كان تصريحه بعد الفيلم، انه بيقول لك انا متوقع ان هيحصل اتصالات كتيره ليا عشان امثل ادوار اخرى للسيريال كيلر، ولكن انا بعلن ان انا لن اقوم بهذا الدور مره اخرى، ودي يمكن دي المره الوحيده اللي انا بعمل فيها كده. ومش عارف اقول له ايه، يعني يا راجل يا راجل المفروض ده لازم حد يتواصل معاه ويبتدي يفهمه غلطه، لان دي نقطه قوه غير طبيعيه عنده. الراجل وحش من وحوش التمثيل، يعني ممثل على اقصى درجه من البراعه في كل الادوار اللي ممكن تتفرج عليها. ففكره ان انت مش عارف تستغله في حاجه، يعني مش هقول احسن من كده لان الفيلم فعلا بالنسبه لي جيد جدا. الفيلم عجبني قوي، الفيلم يشدك قوي، الفيلم عايز اقول السوداويه بتاعته بتترك في داخلك اصلا، يعني من الافلام اللي انت هتتفرج عليها تفضل فاكرها لفتره طويله، نظرا للمجهود اللي عمله اوس بيركنز. المؤثرات الصوتيه، وانا هنا ما بتكلمش على فكره الصدمات اللي بتحصل او الموسيقى المفزعه اللي بتحصل عشان تدعم بعض مشاهد الرعب اللي كانت بتبقى موجوده في الافلام، ولكن الموسيقى فعلا عامل قوي جدا من التميز بتاع الفيلم هنا. والمؤثرات عامه، الفكره اللي هو كان بيستخدمها حتى في نص الفيلم الثاني، انت بتحس ان هي تكاد تكون ليها عامل اضافي في التاكيد على فكره الغموض او ثقل الاحداث او الماضي المؤلم اللي عاشته ليه هاركر، وازاي اثر على نفسيتها وعلى طريقه تفكيرها وعلى حياتها كامله. ويمكن كان ليه علاقه قويه حتى بدخولها الاف بي اي. كل العوامل دي انت بتتفرج عليها يعني كنا نتمنى ان يبقى رغبه اخرى من نيكولاس كيدج انه يعمل حاجه تانية، ولكن الفيلم فعلا من الافلام الجيده، الفيلم من الافلام المؤثره جدا. الفيلم معمول طبعا بميزانيه متوسطه، وهو محقق يمكن اعتقد، انا مش واصلني هو اتكلف كام بالظبط، ولكن على مستوى العالم لغايه دلوقتي هو جايب حوالي يمكن 60 مليون دولار. اعتقد ان هو هيبقى نجاح مادي الفيلم. هل ممكن يتعمل منه حاجه تانية؟ لا، ما اظنش ان هم ممكن يستغلوها. يمكن اوز بيركنز نفسه مش هيبتدي يفكر ان هو يعمل اجزاء تانية، وهنا هو مؤلف الاحداث وهو المخرج في نفس الوقت، فهل هيبتدوا يستغلوا النجاح اللي هو خدوه على المستوى النقدي او المستوى المادي ان هم يعملوا حاجه تانية؟ ما فيش حاجه واضحه لغايه كده، ولكن يعتبر فعلا فعلا من اقوى افلام مش هقول الرعب لان انا مش هحاول اصنفه ان هو فيلم رعب، ولكن احد اقوى الافلام الخاصه بالغموض والاثاره فعلا وانت بتتفرج عليه اللي انا شفتها في الفتره الاخيره. انا احب ان انا ادعوكم اللي يقدر يشوف الفيلم ده، زي ما قلت في اجواء معينه. الفيلم ده ممتع جدا. الفيلم السوداويه بتاعته هتعجبكم قوي قوي لو انتم بتحبوا النوعيه دي من الافلام، والاداءات التمثيليه في الفيلم جيده الى اقصى حد ممكن. تحياتي وتمنياتي لكم مشاهده ممتعه.